ازيكم حبايب قلبي؟ النهارده هنعمل تجربه حلوه قوي. انا اشتريت الازازه الصغيره الجميله ديت اللي يعني هتعمل لنا 6 لتر من الدوني. وانا حبيت ان انا اعمل التجربه قدامكم واشوف في الاخر ايه النظام. اول حاجه نسمي بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. ومتنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو كده زيكم تشجيعي، وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا لكل اصحابكم. هنا ده 6 لتر كده، انا عايرت بالكوبايه المعياريه دي، كوبايه بتشيل لتر. فانا عايرت، ما عندكيش الكوبايه دي، لو عندك الازاز الميه الغازيه او البيبسي ممكن اللتر تعايري بيها. تمام كده اهوت. انا هعاير قدامكم 6 لتر عشان ما تقولوش ان في اي خم في الموضوع. هامله الطبق ده ب6 لتر، وهبتدي ان انا افضيه في طبق تاني. طبعا ان احنا كل يوم استخدامنا للدوني كتير جدا، وازازه الدوني الاصليه بقت غاليه جدا جدا جدا. بصراحه عشان اغسل غسيل واحط دوني انا بكلف نفسي كتير قوي، وعشان اجيبه بتاع المنظفات الكيلو بيبقى واقف ب7 جنيه او 6 جنيه. فانا قلت بقى ايه، اجيب الاختراع دي، ازازه صغيره قد الصباع كده هتطلع لنا الكميه ديت. طب تعالوا نشوف بقى الازازه دي هتعمل ايه وايه السحر اللي هي فيها. اول حاجه هنا انا بنزل الحاجه اللي جوه الازازه. تمام. انا بس هنا الكاميرا ايه اتعمت مني. فاول حاجه حطيت لتر من الميه، وحطيت اللي جوه الازازه، وكان في شويه في جوه الازازه كده حطيت فيهم ميه، اتفزلكت حطيت فيهم ميه فقفشت فيها وتقل. هو الماده بتبقى تقيله جدا، وبتحس انها ايه بتتقل وبتنفش كده. فببتدي ان انا ازود الميه لتر لتر كده زي ما انتم شايفين، مع التقليب المستمر. لو ايديك بتوجعك ومش قادره تقلبي ممكن ان انت تجيبي الهاند بلندر بتاعك وتبتدي تضربي بيه، مفيش اي مشكله خالص، عشان كمان ما يبقاش فيه اي تكتلات وتبقى علينا او تلطش لنا الغسيل. لان احنا بنحطها في الشطف الغسيل في الدوره الاخيره في الاوتوماتيك، او لو احنا بنغسل على ايدينا بنشطف في اخر ما بنشطف بنحط معاه عشان يعطر لنا الجو. زي ما انتم شايفين كده بيتقل تحت ايديا، واول ما بلاقيه بيتقل بزود الميه واستمر في التقليب. طبعا استخدامنا للدوني كتير جدا جدا، وبالذات انا انسانه يعني شويه شويه هستحمى بيه. انا بحطه في مسح الارضيات، بحطه في شطف الغسيل، بحطه في الحمام لما باجي امسح الحمام واعطر الحمام والمطبخ. وما بعمل سمك بحطه في بخاخه، وابتدي ارش بيه الجو، او احطه في مكان كده او في المطبخ، بحيث ان هو يخلي لي الريحه حلوه، ما تبقاش ريحه الشقه مكمكمه او فيها ريحه سمك او زفاره او حاجه زي كده. بعد ما بخلص المواعين بتاعتي ببتدي ان انا احط اغسل الحوض واحط فيه شويه ميه واسده بالسداده بتاعت الحوض، واحط فيها شويه من الدوني واسيبه لحد الصبح، بيخلي ريحه المطبخ تحفه. بالليل قبل ما بنام بروح رشه الحمام بشويه من الدوني دوت عشان يخلي ريحه الحمام ريحتها حلوه. دي استخداماتي. ساعات برشه على الفرش، برشه على مثلا الانتريه، بمسح بيه الانتريه، بمسح بيه الفرش، بيبقى خليه ريحته تحفه. هنا انا خلصت الكميه بتاعتي، اتفزلكت بقى في اخر لحظه، حطيت سنه صغيره من الزهره الزرقاء، سنه صغيره عشان يديني اللون زي اللي بنشتريه من بره. لو انت مش عايزه تحطي السنه دي ما تحطهاش، مفيش اي مشكله خالص. زي ما انتم شايفين القوام بتاعه تقيل وحلو جدا، والريحه مش قادره اوصف لكم، جميله جدا جدا جدا. جربوها وعلى ضمانتي وقولوا لي ايه رايكم. هو اسم الازازه الصغيره دي داب ب 30 جنيه، بتتباع عند بتاع المنظفات. جربوها وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. وكمان اتمنى منكم تعملوا لي متابعة على صفحتي مطبخ ملك، واشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب.